هم عايزين. منه لله مطرح ما هو قاعد. حد يعلم العيال حاجة وحشة زي دي؟ راجل خبيث معيشهم في فوضى علشان لما يجوا هنا يلاقوا نظام يكرهونا. معلش يا عبد المجيد، احنا نستحملهم شوية لحد على الأقل ما ياخدوا علينا، وبعد كده نبقى نعلمهم النظام. لا يا نهد، غلط. الأولاد لازم يتعلموا وهم في السن ده، هيبقى صعب قوي يتغيروا لما يكبروا. ولو كانوا الناس بيفكروا في ولادهم قبل ما يعملوا البلاوي اللي بيعملوها دي، ما كانوش طفلين ابرياء اتعذبوا بالشكل ده. صدقني يا حاج، انا خايف لا يعرفوا بزيارتك دي وتبقى مشكله. وانت ذنبك ايه يا عمنا؟ الله الله، انا عمهم وجاي اطمن على المستوى الدراسي بتاعهم، هتقول لي لا عدم مؤاخذه؟ والله يا حاج سعيد انا ما اقدرش اقول لك لا. كده يبقى حسيت باللي انا فيه. مش كفايه الواحد روحوا فيهم ومحروم منهم؟ ده انا مش مستطعم اي حاجه في الدنيا من غيرهم. جدو يا حبايب جدو، اهلا اهلا، وحشتوني وحشتوني قوي يا اولاد، وحشتوني. انا عاوزه اروح معاك يا جدو. يا ريت يا بنتي، يا ريت. منك لله يا عم جيد، يا راتب انت وبنتك. لا حول ولا قوه الا بالله. الف شكر ليك يا عبد الناظر، وانا لا يمكن هنسالك الجميل ده ابدا. ها؟ الأستاذة نادية بتسأل إذا كان محمود الله يرحمه كان له صاحب أو زميل ممكن نطلبه ويشهد لصالحنا. لا يا بابا، محمود ما كانلوش أصحاب كتير، يعني طياري زي ما بيقولوا. معقولة يا بنتي في بني آدم في الدنيا مالوش على الأقل صاحب يأتمنه على أسراره؟ شفت مرة واحد معاه اسمه حسام غازي، كان دايما يحكي لي عنه، بس على فكرة أنا شفته في المحكمة. ده ابن محمد غازي اللي كان وكيل وزارة التجارة؟ معرفش، متهيألي يمكن. طب ما ده كويس يا بنتي، ده راجل محترم ومن عيلة كبيرة، أكيد ابنه زيه. ابنه كان زي محمود، بس قبل ما ربنا يهديه. خليكي متفائلة يا ملك. تفائل بإيه يا بابا؟ هو مصيري في إيدي. معلش يا بنتي، مرحلة وهتعدي. مش انت يا ملك اللي هتستني مني او من غيري كلمة تشجيع. احنا يا بنتي في معركة حياة وموت، لازم تبقي اقوى من كده. قول لي أعمل إيه؟ أثبت براءتي إزاي؟ أهرب من السجن؟ ابوك لسه ما ماتش علشان تعملي كده، بس انا عايزك تحافظي على نفسك. اليأس في مكان زي ده ممكن يضيع صاحبه. ولادي عاملين إيه؟ نفسك تشوفيهم. هموت. معلش يا بنتي، هانت. بطلت أعد، نسيت جيت إمتى، مش عارفة النهاردة إيه. ما بفكرش غير فيهم هما بس، مش عايزاهم يشوفوني وأنا كده ولا يصدقوا عني حاجة. المحامي قال اننا ما نقدرش ناخدهم الا اذا كان في خطر عليهم عند جدهم. سهل ومقدور عليها، ومن هنا بقى لحد ما يحصل لازم نفضل مشغلين العيال عشان ما يتعودوش على الوضع الجديد وينسوا. ينسوا ازاي بس؟ ده روحهم المعلقه فيك. ايوه بس مهما كان فتح دول عيال صغيره واي حاجه هتزغلل عينيهم. عيال بس يساووا ملايين يا خال. لو يتحكم لنا نشوفه. هيتحكم لنا ان شاء الله. المحامي قال مرتين 2 في الاسبوع. انا بس بقى عايزك تروق كده، خلينا نعرف نروح ميعادنا ونقعد مع الناس. انا مش فاهم ايه حكايه عزايم سي حسام ده راخر. اهم من الشغل تظبيط الشغل يا خال، انت اللي علمتنا كده. شغل ايه بقى؟ احنا كملناها مره عشان خاطر عيون محمود.
شوب شيك شاك شوب شيك شاك شوب عندي يا حبيبي الرب والرب نتعلم ونرقص أغاني ده شقي قوي يا سعيد. معصور عندي يشوف الجمال ده كله ويقدر يمسك نفسه. ها يا روح، اتفقتوا على ايه؟ ايه يا عبد المجيد؟ هو انت كل ما تيجي من عندها هتعمل في روحك كده؟ بنتي بتروح مني، حالتها صعبة أوي، مالها كفل الشر؟ بتدبل، وشها اللي كان زي القمر مخطوف ومضلم، نظرة عينيها اللي كانت كلها سعادة ما عادش فيها لمحة أمل. هو انت عايزها ما تتأثرش بعد ده كله؟ واحدة غيرها كان زمانها وقعت من طولها. احنا نحمد ربنا انها لسه واقفة على رجليها. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ده انت ما عملتش كده يوم ما حكموا عليها. ما كانتش كده، بنتي اتكسرت مرمية على برج في السجن. انت بتبكي يا حبيبي؟ بتبكي يا عبد المجيد؟ ده انا عمري كله عشت معاك، عمري ما شفت دمعتك. لو كنت أقدر كنت أفديها بعمري. بقى كويس ان انتوا لسه صاحيين. معايا اخبار وعايزكم تقروها. أخبار إيه؟ هما مش كفاية بقى؟ مش هيبطلوا ينهشوا لحم بنتي؟ ده مش عن ملك يا بابا، ده عننا المره دي. العملية بتاعتك؟ اقرا بنفسك. وريني كده. ده بسم الله ما شاء الله. انا مش قلت لك ربنا هينصرك